الاخوان السلام عليكم. تيقولوا واحد المثل فلوس اللبان كيديهم زعطوط، وهذا المثل هذا كينطبق على نظام الكبرانات المارق في العالم الاخر. فمن بعد ما حفت لهم النقشه في قضيه الصحراء المغربيه بعد انفاقهم ملايير من الدولارات على مدى 50 سنه ومن اجل تقسيم واضعاف المغرب، الان بعد ما تاكدوا من انه تم الحسم ديال القضيه ديال الصحراء المغربيه لصالح المغرب، ناضوا خرجوا لنا بلان اخر الا وهو بغاو يخلقوا لنا ثاني قضيه ديال الريف، واللي طبعا الهدف من هذا الشيء كامل هو الهاء الشعب ديالهم على المشاكل الداخليه اللي تعيشوها الداخل، وتيوهموهم بان هناك عدو خارجي اللي هو طبعا المغرب. كما قلنا فلوس اللبان تيديهم زعطوط، فلوس ديال الثروات ديالهم، يعني انتم عارفين دوله ديال الغاز والبترول ونظام فاشل في تسيير الدوله. طبعا ما غاديش يرضى تكون جنبو دوله بحال المغرب، لا غاز لا بترول، ودوله متطوره ومتقدمه، لان هذا الشيء غيخلق ليه مشاكل داخليه. لان طبعا الشعب غادي يشوف بلاد ما عندها لا غاز لا بترول ومتطوره وشعبهم بخير عليه، وحنا كدوله بتروليه وعندنا البترول وكنعيشوا الفقر وكنعيشوا الازمات، ابسط الامور ما متوفراش عندنا في البلاد، مثلا المواد الغذائيه ما متوفراش في البلاد، فهذا الشيء تيخلق لهم المشكل، تيخصهم داك البلاد الجار يضعفوه. هذا الشيء علاش خالقين هذا الشيء هذا، وتنقولوا لهم راه داك الشيء اللي صورته في القضيه ديال الصحراء المغربيه غتصوروه في قضيه الريف اللي جمعتوا لها مجموعه من المرتزقه، وانتم كدعموهم ثاني من الاموال ديال الشعب باش تخلقوا هذا المشكل الجديد، باش تنفقوا عليه عاوتاني واحد 50 سنه وتلهيوا الشعب ديالكم اللي تيعيش الازمات الداخليه، لانه ماشي في صالحكم ان المغرب يزيد للقدام. لان شوفوا راه هكا ولا هكا راكم غاديين للهلاك، سواء عاديتوا المغرب غتمشيو للهلاك، سواء ما عاديتوش المغرب راكم غاديين للهلاك، لانكم نظام فاشل ومارق. المفروض انكم تشوفوا مصالح ديال بلادكم هي الاولى، وتلهاو في شعبكم وتعيشوا شعبكم الكرامه، يعيش كريم في بلاده، على غرار مثلا كيف ما تجيو ديروا مقارنه غير بين الدوله ديالهم البتروليه والغازيه مقارنه مع دول الخليج تبارك الله اللي متطوره اللي كيخدموا بلادهم، ولكن ما غاديش يعرفوا، هما تيشوفوا مصالحهم الشخصيه لا اقل ولا اكثر. لهذا تيحاولوا انهم يضعفوا المغرب ويقسموه ويفشلوه باش ما يستمرش، ولكن والله العظيم النظام ديال المغرب ما فايق لهم من نعاس ولا مسوق لهم، ودوك المرتزقه راهم مدبرين على راسهم، وداك الشيء اللي صوروه في قضيه الصحراء غادي يصوروه في قضيه الريف، واللي مستفيد راه هما دوك المرتزقه اللي تيديو الاموال ديال الشعب ديالهم بالباطل، وداك الشيء اللي صورتوه في الصحراء غادي تصوروه في الريف. والسلام.